واو، يبدو أن أمي اشترت لي لعبة جديدة. أوه لا، هذه اللعبة قد قطعت، يجب أن أهرب الآن. يا إلهي، ماذا فعلت؟ لقد قطعت لعبة لينا الجديدة. لا، لم أقطعها أنا، بل لينا هي من قطعتها. ألا تخجل من الكذب؟ لقد أفسدت لعبة غالية الثمن، والآن يجب أن أفعل شيئا بنفسي. أوه لا يا أمي، هذه اللعبة مكسورة. لا تبكي يا لينا، سأصنع لك سيارة خنزير أجمل وأكبر من هذه. حسنا يا أمي. يا إلهي، لقد فسد كل شيء اليوم. في الحقيقة يا أصدقائي، منذ أيام ولينا تطلب مني لعبة سيارة خنزير، لذلك طلبت لها لعبة سيارة خنزير رائعة. ولكن عندما وصل الطرد اليوم، قام زوجي أثناء محاولته فتح الصندوق بقطع اللعبة نفسها. لا أصدق أن زوجي يمكن أن يكون مهملا هكذا، لكن لا بأس، يجب أن أصلح كل شيء الآن. لذلك قررت أن أصنع بنفسي سيارة خنزير كبيرة ورائعة للينا. نعم، صنع هذه السيارة لن يكون سهلا، لأنه سيتطلب مني جهدا كبيرا، لكن اليوم سأفعل كل ما بوسعي وأصنع هذه السيارة مهما كان الأمر. إذن يا أصدقائي، إذا أعجبتكم جهودي فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. لينا، تعالي بسرعة، انظري، سيارتك الجديدة جاهزة. أمي، هذه سيارة الخنزير رائعة جدا، هيا نخرج ونقودها. واو أمي، هذه السيارة ممتازة جدا، اللعب بها ممتع للغاية. لكن سامحيني يا أمي، في الحقيقة أنا من قص اللعبة، ليس أبي. ماذا؟ لقد كذبت علي، لكن لا بأس يا لينا، الآن أصبح كل شيء بخير.